الحكم المصري المساعد الثاني لبكاري جسامة يكشف مفاجأة كبرى ستعصف بمنتخب الكاميرون وإعادة المباراة. الحكم المصري محمود أبو الرجال مساعد بكاري جسامة في مباراة الجزائر والكاميرون يكشف مفاجأة ستعصف بالمنتخب الكاميروني خارج المونديال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت جزائري اضغط لايك على هذا الفيديو لكي ينتشر في وسائل الإعلام لتظهر حقيقة إعادة مباراة المنتخب الجزائري أمام الكاميرون. فجر الحكم المصري محمود أبو الرجال المساعد الثاني للحكم بكاري جسامة في مباراة المنتخب الجزائري ضد المنتخب الكاميروني، وقد أدلى بتصريحات لقناة أون تايم سبورت المصرية، وقال: لقد أفسد الحكم الجانبي بكاري جسامة المباراة على المنتخب الجزائري بأخطائه الكارثية المتعمدة. ولكن ما أدهشني في الأمر أن الحكم كان لا يستمع لغرفة الفار وأيضا للمساعدين. فأنا نبهت الحكم في الهدف الأول للمنتخب الكاميروني بأنه غير صحيح، ولكنه لم يستجيب. وأيضا هدف إسلام سليماني. ولقد دخلت غرفة الفار بعد هذه المباراة وشاهدت مع الحكام الألمان الحالات الجدلية في هذه المباراة. لقد صدمت من قرارات الحكم بكاري جسامة، وبكيت بكاء شديدا بسبب ظلم أشقائنا في الجزائر. كما اندهش حكام الفار الألمان بسبب عدم استجابة الحكم بكاري جسامة لنداء غرفة الفار، وخاصة في الهدف الأول لمنتخب الكاميرون. واتفقت مع حكام الفار الألماني وأيضا مع الحكم الرابع المصري أمين عمر أننا سنذهب لمقر الفيفا يوم 21 من أبريل في التحقيقات الرسمية في هذه المباراة. ولقد تواصلت مع الخبير التحكيمي كولينا من أجل دعمنا في إعادة هذه المباراة وإرجاع حق المنتخب الجزائري. وفي النهاية، لو أنت جزائري اضغط لايك على هذا المقطع لكي ينتشر في كل وسائل الإعلام من أجل إعادة مباراة المنتخب الجزائري مع المنتخب الكاميروني في 21 من أبريل القادم. ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.